السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين، كنا دايما بنوعدكم إن بيبقى فيه فيديو مش متصل بالقانون اتصال لصيق، ولكن بيوضح حاجات خاصة بالقانون. ده رجاء مني في الفيديو، إن يا ريت ما تقيمش أنت المحامي من وجهة نظرك أنت. مش انت اللي هتقدر تقيم المحامي او تقارن محامي بمحامي تاني، لان اكيد كل واحد ربنا ميزه بحاجة غير التاني. فما يجيش مثلا انت يبقى جاي من عنده محامي ورايح لمحامي تاني، فتيجي تقول ان اصل الاستاذ فلان قال، اصل الاستاذ فلان هياخد اتعاب كذا. انت ما تقيمش المحامي على اساس ان مش كل المحاميين بنفس مثلا التمكن، في نفس الامكانيات، بنفس الطلاقه، بنفس الملكه اللي ربنا اداها لهم. دي بتبقى مواهب ربنا اداها لبعض الناس وليس كل الناس، وكل واحد عنده مميزات في حاجات معينه. في واقعه شهيره، محامي استغل جمله في قضيه حكم فيها بالاعدام. كانت محكمة الجنايات أصدرت حكم في قضية قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، وحكمت على المتهمين الثلاثة بالإعدام. وكانت في التحقيقات إن قالت إن المتهم الأول صفع المتهمة الثانية بالقلم لما صرخت أثناء عملية القتل. يبقى هنا لما عمل نقد كان بيقوّن عقيدته على اساس ان اولا ما كانتش القضيه بتتنفذ وهم في حاله تروي، يعني كان فيه فزع وهلع منهم، وما كانش فيه نيه القتل مع سبق الاصرار، والا ما كانتش المتهمه صرخت وهو ضربها بالقلم. والنقد اتقبل واتشال حكم الاعدام. فما تقدرش تقول ان الجمله دي هيقدر يجيبها كل الناس، لا، اكيد في ناس ربنا بس اللي اختصها بحاجات معينه او ملكه معينه هي اللي بتقدر توصل للثغرات البسيطه في القضيه. فانت ما تقوليش ان ده محامي وده محامي، وده هياخد 1000 جنيه وده هياخد 2000. طب ليه؟ هو كل محامي بيقدر نفسه على حسب اللي اداهوله ربنا من علم وامكانيات. انتظرونا في فيديو جديد ومعلومه جديده.